السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حابة أتكلم في موضوع مهم ومنتشر جدا الفترة دي، بيكون فيه لبس كبير جدا: منع السفر. كتير من الناس بيفتكروا إن منع السفر ده عقوبة. منع السفر مش عقوبة، لكنه أحد أخطر الإجراءات القانونية لحماية الحقوق. يعني منع السفر احنا بنستخدمه عشان نحمي حقوقنا، مش عشان نعاقب بيه حد. كتير من الناس بتفتكر ان منع السفر هو نوع من انواع العقاب، لكن الحقيقة ان القانون المصري اعتبره اجراء تحفظي بيستخدم لمنع ضياع الحقوق قبل تنفيذ الاحكام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو في حكم نفقة او متجمد كبير، مديونية ثابتة ومستندات بتثبت الدين، او نزاع مالي مع احتمال تهريب الاموال، او خطر بيهدد حق الصغير او الدائن، هنا المحكمة ممكن تصدر قرار بمنعه من السفر لضمان تنفيذ الحق. لكن القانون وضع ضوابط مهمة: لازم يكون في حق جدي ثابت بالمستندات، او في خشية حقيقية من الهروب او تهريب الاموال، أو صدور قرار قضائي مسبب، والقرار بيكون قابل للتظلم أمام المحكمة المختصة، يعني يقدر يتظلم عليه في أي وقت. ووفق التطورات التشريعية الأخيرة في قانون الإجراءات الجنائية، أصبح قرار المنع أو الإدراج على قوائم ترقب الوصول بيصدر بقرار مسبب من النائب العام أو من قاضي التحقيق، مع إتاحة التظلم منه قضائيا. يعني باختصار، مش أي خلاف بيساوي منع سفر، والقاضي لازم يوازن بين حماية الحقوق وحرية التنقل. السؤال المهم: هل منع السفر وسيلة ضرورية لحماية الحقوق؟ أيوة، منع السفر هو وسيلة ضرورية جدا ومهمة جدا علشان نقدر نحمي بيها حقوقنا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتسيبوا كومنت واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حابة أتكلم في موضوع مهم ومنتشر جدا الفترة دي، بيكون فيه لبس كبير جدا: منع السفر. كتير من الناس بيفتكروا ان منع السفر ده عقوبة. منع السفر مش عقوبة، لكنه احد اخطر الاجراءات القانونية لحماية الحقوق. يعني منع السفر احنا بنستخدمه عشان نحمي حقوقنا، مش عشان نعاقب بيه حد. كتير من الناس بتفتكر ان منع السفر هو نوع من انواع العقاب، لكن الحقيقة ان القانون المصري اعتبره اجراء تحفظي بيستخدم لمنع ضياع الحقوق قبل تنفيذ الاحكام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو في حكم نفقة او متجمد كبير، مديونية ثابتة ومستندات بتثبت الدين، او نزاع مالي مع احتمال تهريب الاموال، او خطر بيهدد حق الصغير او الدائن، هنا المحكمة ممكن تصدر قرار بمنعه من السفر لضمان تنفيذ الحق. لكن القانون وضع ضوابط مهمة: لازم يكون في حق جدي ثابت بالمستندات، او في خشية حقيقية من الهروب او تهريب الاموال، أو صدور قرار قضائي مسبب،